بينما انا وسيادتك بنتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، مع اني ما اتفرجتش يعني، في جنود قدامى من الجيش الامريكي رايحين حرفيا يحرروا غزه. اسطول الصمود فاضل له اقل من 500 كيلو ويوصل غزه. الاسطول اللي محمي بقوات عسكريه من اكتر من دوله في البحر. في الجو في مسيرات برغدار التركيه. الاسطول اللي فيه اكتر من 2000 انسان من 44 دوله، منهم دول شرق اوسطيه زي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وكمان دول اوروبيه واجنبيه زي تركيا واسبانيا واندونيسيا والبرازيل وكندا وانجلترا وحتى امريكا، ومفيش واحد عربي تقريبا تم ذكره هناك. الاسطول اللي شايل اطنان من الغذاء والدواء، واللي محمي حاليا بسفن حربيه من اسبانيا وايطاليا. اما على الناحيه الثانيه بقى القوات الخاصه الصهيونيه مستنياهم. الاسطول اللي بقاله اكتر من 21 يوم في عرض البحر، ناس سابت وراها اهلها وبلدها وناسها ومالها وحياتها المرفهه برغم معرفتهم باللي ممكن يشوفوه من الصهاينه، بس ما فرقش معاهم في الوقت اللي المسلمين والعرب واقفين بيتفرجوا. فاقل حاجه نعملها ليهم ان احنا ندعي